ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في بودكاست بروفة حياة، الحلقة الثالثة. قبل ما نبدأ مع بعض انا سألت نفسي قبل ما حد يسألني، هو انا ليه بدأت بالسلوكيات؟ وليه بدأت ان انا بتكلم عن سلوكيات ونمط الحياة او نمط الشخصية؟ سوري. مع ان في ناس كتير جدا طبعا اكبر مني واحسن مني طبعا موجودين على السوشيال ميديا كلها اتكلموا على الحتة دي باستفاضة، بس أنا قررت أتكلم عليها ليه؟ إن إحنا قبل ما نتكلم عن مشاكلنا وحكاوينا ونتكلم عن الشخصيات، سواء الشخصية النرجسية أو الشخصية المذبذبة أيا كان إيه المصطلح بتاعها، نبدأ نفهم هي البداية منين، هي ده حصل إزاي ووصلنا للنقطة دي ليه. وعشان نوصل للشخصية، طبيعة الشخصية النرجسية دي، يبقى لازم نفهم البداية بتاعتها من الأول خالص. أنا كل حلقة بقولها أنا مش جاية أديكوا حاجة علمية، مش جاية أديكوا كلام، أنا بتعلم زيكم. أنا ما باجي أقرأ الكلام أو باجي أحكي عنه أو ما باجي أحضر الحلقة، بحضرها لنفسي قبل ما أحضرها ليكوا إن إحنا كلنا نستفاد. طولت عليكم في البداية وخلينا نبدأ في الحلقة الجديدة، وهي أنا مش حساس. يعني إيه حساس؟ ببكي من كلمة، بزعل من نظرة، أفتكر كل تفصيلة. طب هو ده ضعف ولا طريقة مختلفة للحس؟ طب في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن إزاي الواحد ممكن يكذب على نفسه من كتر ما هو خايف من الحقيقة، الإسقاط، التبرير، التبلد، الإنكار، حاجات كتير جدا. واللي قبلها سألنا نفسنا إحنا ليه بنتصرف كده، وإيه الفرق بين الطبع والتطبع، وإيه الفرق بين نمط الشخصية والسلوك، وهو مكتسب ولا هو موجود معايا من يوم ما اتولدنا. النهاردة هنتكلم عن النوع التاني من الحماية، بس مش دايما الناس بتشوفه كده. الناس بتسميه الحساسية المفرطة، بس هل هو فعلا مفرط؟ لا، إحنا بس اللي متعودين إن نفهم المشاعر لما تبقى واضحة. انت حساس قوي، الكلمة دي ممكن تكون اتقالت لك عليك مرة في شغل، بيتك، في خناقة، حتى لو هو قوي هيجي على معين أو مصطلح آخر بيتقال. ايه الأفورة دي؟ المصطلحين دول واحد، انت يا حساس قوي يا بتأفور قوي. انت مش بتحاول تشرح مشاعرك لحد، واكتر حاجة بتوجع لما الكلمة دي بتتقالك، وبتتقالك دايما بنبرة السخرية، ان انت غلط. خليني اقولك ان الحساسية مش تهمة، والافورة مش تهمة، ان انت مش دايما اوفر. في شخصيات دايما اوفر، احنا مش بنتكلم عنهم دلوقتي، احنا بنتكلم على حاجة خارج السلوك بتاعك او خارج النمط الطبيعي بتاعك. الحساسية مش حاجة تعيبك. طيب منين بتيجي الحساسية دي، اللي هي الحساسية الزيادة؟ ممكن تكون جاية من الطفولة اللي كنت دايما فيها بتحاول ترضي اللي حواليك، النشأة اللي ما كنتش فيها عندك مساحة بتعبر عن زعلك أو غضبك، التجارب اللي اتسحلت فيها وحدك، فبقيت أي حاجة توجعك بتفكر فيها بأيام الوجع ده، فبتبتدي تطلع بطريقة غير مباشرة مع الناس. في ناس مشاعرهم بتتحوش، ولما بيحاولوا يتكلموا بيبقوا عاملين زي الكوب المليان على آخره، أي نقطة زيادة بتفور. أنا واحدة من الناس اللي كنت بسكت، أي موقف بمر بيه بسكت، أي حاجة مش عجباني بسكت. فلما جيت بطلت أسكت وبطلت أقول اللي حواليا لا ده مش عاجبني، ده أنا مش راضية بيه، فبدأوا يستغربوا انت من امتى كنت كده، انت فيكي ايه؟ ففي الأول خدوا الموقف معايا إن هو اتكلمي مهما اتكلمي، هو احنا برضو هنعمل اللي احنا عايزينه. فبدأت تطلع على هيئة عصبية، وبدأت تطلع على هيئة خناق، أنا مسموعة وليا كلمة واسمعوني. فبعدها
أدركت إن السلوك اللي أنا بعمله ده غلط، أو الحساسية اللي زيادة عن اللزوم دي غلط، وهم كده شافوا إن ده سلوك مش طبيعي. فبدأت إن أنا أشرح لهم إن أنا بقت الفكرة دي مش متقبلة. أنا كنت زمان بسكت وكنت باجي على نفسي، وده مش عاوزة أوصله في الوقت الحالي، أو مش عاوزة أمر بالموقف بيه ده. في ناس هترضى بيه جدا وهتتقبله، وفي ناس لأ. فنرجع للنقطة إن في أوقات تانية الحساسية دي لما بتظهر بتكون رد فعل دفاعي، مش لأن الشخص بيبالغ، لأنه اتعلم يحمي نفسه بسرعة، يمكن أسرع من اللازم. في استجابة دفاعية ولا تراكم مشاعر. أيوة، الحساسية بتكون أوقات رد فعل، دايما بتكون ضعف، زي المثل اللي أنا حكيته عليا. ساعات بتكون مجرد لغة الناس حساسة أكتر، اللي بتتضايق بسرعة، مش دايما دراما أو دراما كوين اللي بقينا نقولها برضو للي حوالينا. يمكن هو مجروح قبل كده ما قدرش ينسى، اللي بيزعل بنبرة صوت. في ناس عندها إن مجرد لو حد زعق بيزعلوا بيتضايق، ما بيحبش الزعيق. يمكن حد لما بيزعق له زمان كان بنفس النبرة بيخاف بيتخض. مش قلت لكم الحلقات دي بتفكرني؟ المجتمع بيحب الصورة، بيحب الهيئة المرسومة عليهم، لما بيغلطش، اللي بيضحك الجامد، اللي بيتكلم عن مشاعره بيتوصف بيها رخم ضعيف حساس. ويسلام لو راجل. الحساسية عند الرجالة دي كأنها شبهة، كأنه كده ده انت مش راجل، انت ازاي بتعمل كده، كأن الإحساس ده نقص. الحقيقة الناس الحساسة هم أكتر ناس بيشوفوا التفاصيل اللي محدش بياخد باله منها، وهم اللي بيسمعوا النبرة قبل الكلام، وبيفهموا اللي ورا. أنا كويس بيعرفوا إمتى إن الجملة دي كدبة. للأسف بيعيشوا كأنهم محتاجين يعتذروا عن نفسهم. طب في درجات للحساسية؟ طبعا في درجات. في ناس بتتأثر بسرعة، بس بتعرف تفرق بين إحساسها ورد الفعل المناسب ليه. وفي ناس أي حاجة بتخليها ينسحبوا أو يهاجموا، وده مش غلط، بس محتاج وعي، محتاج حد يسأل نفسه، هو أنا ليه اتوجعت أوي كده؟ هو الموقف كبير ولا أنا اللي حساسيتي كبيرة؟ أنا فعلا بتألم ولا خايف أتعامل؟ طب هنعمل إيه؟ لو أنت حساس ما تعتذرش، افهم إحساسك وابدأ اسأل نفسك، أنا فعلا موجوع ولا خايف من تكرار الوجع؟ الكلمة اللي وجعتني ليه؟ أنا محتاج إيه علشان أرتاح؟ زي ما أنا قلت لكم، بدأت أفهم إن أنا سلوكي غلط مع الناس وهم هيفهموه غلط، فبدأت أشرح لهم المقربين ليا، أنا مش همشي أشرح وبره لكل اللي حواليا. يعني اللي مهمين ليا أنا مش حابب النقطة دي تحصل، بعد إذنكم 1 2 3 4. خلي بالك دايما إن ممكن أنا دي نفعت معايا ما تنفعش من غيري. شوف أقرب حاجة لغة التواصل اللي حواليك إيه، وحاول قبل ما تتواصل معهم تواصل مع نفسك، أنت بقيت كده ليه؟ واعمل كده. الحساسية مش نهاية العالم، بالعكس أوقات بتكون هدية، بس لازم تتوظف صح. احكي لنا، هل عمرك اتوصفت انك حساس قوي؟ حسيت في يوم انك بتخبي مشاعرك علشان ما حدش يضحك عليك او يكسرك؟ وبعت لنا زي ما انت، واحنا هنسمعك زي ما احنا. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الشعور بالذنب، وليه ساعات بنحاسب نفسنا زيادة عن اللزوم، وازاي الذنب بيتحول من احساس طبيعي لسلوك بيخنقنا. اشوفكم في حلقة جديدة، وسلام.